السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ إن شاء الله النهارده هنحل معاكم النموذجين بتوع كتاب المدرسة بتوع الوزارة هندسة. أول سؤال بيقول لي ظا 45 بيساوي كام؟ طبعا كلنا عارفين ظا 45 يعني تان 45 وتان 45 بالآلة الحاسبة هتطلع 1. تاني سؤال بيقول لي اختر. بيقول لي إذا كان ج س بنص فإن س بيساوي كام؟ حيث س قياس زاوية حادة. أقول له بسيط، لما يجي لك جاب تعمل شيفت إيه؟ ساين ولا كوزاين ولا تان؟ شيفت ساين. شيفت ساين كام؟ نص. لما نعمل شيفت ساين نص يطلع بالآلة الحاسبة 30، يبقى الس ب 30. السؤال اللي بعد منه بيقول لك البعد بين النقطتين دول. البعد سهل، قانون البعد بيساوي إيه؟ جذر وتحتيه قوسين فوقيهم تربيعين. فرق السينات 3 ناقص 0. فرق الصادات 0 ناقص سالب 4. 0 ناقص سالب 4. طبعا سالب في سالب بموجب. وهحسب دي بالآلة الحاسبة هتطلع 5 وحدة طول. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان المستقيمان س زائد ص يساوي 5 وكاف س زائد 2 ص يساوي 0 مال هم متعامدان. متعامدان يعني ميل الأول في ميل الثاني بسالب 1، يعني من الآخر هما الاتنين مالهم؟ هما الاتنين عكس بعض. طيب هات ميل الأول. طبعا في نواحي ميل الأول سالب معامل س على معامل ص، سالب ده على ده، سالب 1 على 1. ميل الأول بيساوي إيه؟ سالب 1 على 1. هات ميل الثاني. ميل الثاني سالب معامل س على معامل ص، سالب كاف على الاثنين. هو الراجل قال متوازيان ولا متعامدان؟ متعامدان. عارف يعني ايه متعامدان؟ يعني ده مش قد ده عكس ده. فاقول له بص يا استاذ، ده اهو بيساوي عكس ده اهو. يعني ايه عكس ده اهو؟ يعني بدل ما ده سالب اخليه موجب، وبدل ما هو كاف على الاثنين يبقى 2 على كاف. اعمل بقى مقص. كاف في سالب 1 بكاف ولا بسالب كاف؟ سالب كاف. 1 في 2 ب2، سالب كاف ب2 يبقى الموجب كاف بسالب 2، يعني الكاف بتساوي سالب 2. هو عايز الكاف يبقى الكاف بسالب 2. بقول لك إذا كانت أ بكذا وباء بكذا فإن نقطة إيه؟ عايز إيه؟ المنتصف. طب المنتصف ده قانونه إيه؟ وهتكون نسيت. مجموع السينات على الاثنين ومجموع الصادات على الاثنين. يبقى عشان اجيب المنتصف هعمل ايه؟ هجمع السينات على الاثنين واجمع الصادات على الاثنين. اجمع السينات 5 و1 6. اجمع الصادات 7 زائد سالب 1. 7 زائد سالب 1. موجب في سالب بسالب، يعني كأنها 7 ناقص 1. 7 ناقص 1 كام؟ 6. 6 على الاثنين 3. 6 على الاثنين 3. يبقى نقطة المنتصف بكام؟ 3 و3. يبقى أنا هختار إيه؟ 3 و3. السؤال اللي بعده، دي ملاحظة مهمة بقى. معادلة المستقيم، أما يطلب معادلة المستقيم الذي يمر بنقطة ويوازي محور الصادات خد س. خد س. كلام واضح. طب لو قال يوازي محور السينات خد ص. اللي يقوله خد عكسه. هو قال يوازي محور مين؟ الصادات. خد س. خد س. يبقى الس بكام؟ يبقى الس ب3. يبقى الناتج الس بيساوي 3. السؤال اللي بعده بيقول لك بدون استخدام الآلة الحاسبة اثبت أن ج 60 يساوي 2 ج 30 ج 30. بدون الآلة الحاسبة كنا بنرسم مثلث، المفروض احنا حافظينه، المثلث ال 30 60. اوعى تكون نسيت. انا برسم له المثلث ده عشان اثبت له ان انا عارف اجيبها من غير الاله الحاسبه. اقدر اجيبها من غير الاله الحاسبه، ولكن هحل بالاله الحاسبه. يلا هقول له الطرف الايمن. الطرف الايمن اللي هو مين؟ ج 60. ج 60 يعني ساين 60، وساين 60 بالاله الحاسبه يعني ايه؟ جذر 3 على 2. هقول له الطرف الايسر. الطرف الايسر اللي هو مين؟ 2 ج 30 ج 30.
طيب 2 في جا 30 يعني ساين 30 وساين 30 بالآلة الحاسبة يعني نص. جاتا 30 يعني كوزاين 30 وكوزاين 30 بالآلة الحاسبة جذر 3 على 2. احسب دي كده بالآلة الحاسبة يطلع جذر 3 على 2. يعني الطرف الأيمن جذر 3 على 2 والأيسر جذر 3 على 2. إذا الطرفان مالهم متساويان. السؤال اللي بعده بيقول لك اثبت أن النقط كذا وكذا وكذا مالها تقع على استقامة واحدة. عارف يعني ايه تقع على استقامة واحدة؟ هتميل أول 2 وميل آخر 2 هيطلعوا قد بعض ومشتركين في اللي في النص. يبقى أنا هجيب ميل مين؟ ميل ألف باء ثم ميل مين؟ ميل باء ج. لازم يطلعوا قد بعض ومشتركين في نقطة مين؟ باء. طب يلا أول حاجة هنجيبها مين؟ هنجيب ميل ألف باء. ميل المستقيم ألف باء. طب إزاي أجيب ميل المستقيم ألف باء؟ الميل فرق الصادات على فرق السينات. يلا 5 ناقص سالب 1 يعني 5 زائد 1. 6 ناقص سالب 3 6 ناقص سالب 3 يعني زائد 3. 5 و1 6 6 و3 9. 6 على 9 في آلة حاسبة احسبها بالآلة الحاسبة يديك كام؟ 2 على 3. كده أنت جبت مين؟ جبنا ميل ألف باء. هنجيب بقى مين؟ ميل باء ج. هنجيب ميل باء ج. يلا يا باشا 3 ناقص 5 3 ناقص 6. 3 ناقص 5 2 ولا سالب 2؟ 3 ناقص 6 3 ولا سالب 3؟ السالب هيطير مع السالب طلعت 2 على 3. ده قد بعض وفي نفس الوقت مشتركين في نقطة باء. يبقى النقط على استقامة واحدة. هقول له إيه؟ بما أن ميل ألف باء يساوي ميل باء ج وهما مشتركان في باء إذا النقط على استقامة واحدة. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان 4 جاتا 60 جا 30 يساوي ظ س فأوجد قيمة س حيث س هي الزاوية حد. أقول له بسيط. هحسب 4 في جاتا 60 يعني قوسين 60 وقوسين 60 آلة حاسبة نص. جا 30 يعني ساين 30 وساين 30 آلة حاسبة نص. يساوي إيه؟ يساوي ظ س. أروح أحسب دول بالآلة الحاسبة. 4 في نص 2 2 في النص بواحد آلة حاسبة يطلع 1. 1 يساوي إيه؟ يساوي ظ س. حضرتك بقى تعمل إيه؟ شيفت ساين ولا شيفت كوزاين ولا شيفت تان؟ شيفت تان. يبقى جاي عامل شيفت تان. شيفت تان 1 هيطلع 45. يبقى السين بتساوي 45. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كانت ج هي منتصف ألف باء حيث ألف بكذا اوجد إحداثي نقطة باء. جميل. ارسم بقى خط وحط ج في النص. طب يلا يا أستاذ أدي خط ج أهي في نص مين؟ نص ألف باء. أدي ألف أدي باء. ج معانا بكام؟ ج ب6 وسالب 4. ألف معانا بكام؟ 5 وسالب 3. بيقول لك اوجد إحداثي مين؟ إحداثي باء. طب باء دي في النص ولا على الطرف؟ على الطرف. طب فاكر قانون الطرف؟ 2 في المنتصف ناقص الطرف الآخر. قانون الطرف بيساوي إيه؟ 2 في المنتصف ناقص الطرف الآخر. تاني قانون الطرف بيساوي إيه؟ 2 في المنتصف ناقص الطرف الآخر. يبقى عشان أجيب باء هعمل إيه؟ هضرب 2 في المنتصف ناقص الطرف الآخر. 2 في المنتصف ناقص الطرف الآخر. طب يلا يا باشا هات لي بقى 2 في ده اضرب ده في 2. 2 في 6 12. 2 في 4 8 ولا سالب 8؟ سالب 8 ناقص الطرف الآخر اللي هو 5 وسالب 3. اتفضل اطرح. أطرح مين؟ 12 ناقص 5 في آلة حاسبة. اتفضل اطرح دي بسلو موشن ببطء.
-8 ناقص 3 في آلة حاسبة. -8 ناقص 3 يعني -8 زائد 3 بالآلة الحاسبة. ما تشغلش دي خالص بالآلة الحاسبة. السؤال اللي بعده يقول لك إذا كان المستقيم لام 1 يمر بالنقطتين كذا، والمستقيم لام 2 يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها كذا، اوجد قيمة إيه؟ كاف إذا كان لام 1 يوازي لام 2. عارف يعني إيه يوازي لام 2؟ طالما متوازيان يبقى ميل الأول يساوي ميل الثاني. طالما متوازيين إيه؟ ميل الأول يساوي ميل الثاني. هقول له بما أن المستقيمان مالهم متوازيان إذا ميل الأول يساوي ميل الثاني. تحت ميل الأول ارتم صوت عيط. تحت ميل الأول هات ميل الأول. طب ما يلا هات لي ميل الأول يا حبيبي. كاف ناقص 1 2 ناقص 3. تحت ميل الثاني هات ميل الثاني. طب ازاي اجيب ميل الثاني؟ ظا 45. عارف ظا 45 دي بكام؟ ب1. يبقى كاف ناقص 1 على 2 ناقص 3 دي ب1 ولا بسالب 1؟ بسالب 1. عارف ظا 45 بكام؟ ب1. في هنا كام؟ 1. هعمل مقص 1 في الحاجة بنفس الحاجة. 1 في -1 بسالب 1. هودي -1 بعكس الإشارة. -1 موجب 1 0. يبقى الكاف بكام؟ بصفر. السؤال اللي بعده يقول لك أ ب ج مثلث قائم في ج. خلي بالك أ ج بكذا ب ج بكذا. اوجد حاجات كتير كده. هرسم مثلث قائم في ج. هروح ارسم مثلث قائم دلوقتي في ج. لا مؤاخذة يا جماعة عشان الذبابة دي. مثلث قائم في ج أ ب. المهم رسمنا مثلث قائم في ج. بقول لك أ ج ب 6 سم. أ ج ده 6 سم. ب ج ب 8 سم. ب ج ده ب 8 سم. ناقص لك 1. اللي ناقص لك ده ضلع ولا وتر؟ وتر. طب عشان اجيب الوتر بعمل ايه؟ ربع واجمع تحت الجذر. ربع 6 ولا 6 تربيع؟ 6 تربيع. ربع 8 تربيع. في آلة حاسبة هيطلع معاك كام؟ هيطلع معاك 10 سم. يبقى الناتج كام؟ 10 سم. شوفوا بقى عايز ايه؟ بقول لك عايز جتا أ جتا باء ناقص جا أ جا باء. طيب جتا أ روح اقف عند أ. الجتا مجاور على الوتر. فين مجاورك؟ من عند أ. يلا فين مجاورك كام؟ 6 على الوتر 10. يبقى 6 على 10. جتا باء اهي. جتا باء الجتا مجاور على الوتر. فين مجاوري؟ 8 والوتر 10. يبقى 8 على 10 زائد ولا ناقص؟ ناقص جا أ. الجا مقابل على الوتر مقابل 8 على الوتر 10. جا باء الباء اهي. الجا مقابل على الوتر مقابل 6 على الوتر 10. هحسب البتاعة دي ولما احسب البتاعة دي يطلع كام؟ يطلع 0. تاني حاجة عايز ايه؟ عايز قياس باء. طيب يا استاذ ازاي اجيب قياس باء؟ اقول لك روح عند باء هات الجا بتاعتها واعمل شيفت ساين، او هات الجتا بتاعتها واعمل شيفت كوزاين، او هات الظاء واعمل شيفت تاء. يا تجيب جا وتعمل شيفت ساين، يا تجيب جتا وتعمل شيفت كوزاين، يا تجيب ظاء وتعمل شيفت تان. طب يا استاذ انت هتجيب مين اللي يريحك؟ انا هجيب جا باء. الجا مقابل على الوتر. فين مقابلك؟ 6 على الوتر 10. حضرتك بقى تعمل ايه؟ تقوم جاي عامل شيفت ساين 6 على 10 واللي يطلع اكتب. صعبه؟ سهله.
السؤال اللي عليه الدور يقول لك اوجد معادلة المستقيم الذي ميله 2 ويمر بالنقطة. مر بها يبقى النقطة دي مالها يالا؟ طالما مر بها يبقى النقطة دي ايه؟ تحقق العلاقة. الله ينور عليك. الراجل قال لي ميله 2. اولا الميل ب2. فاكر انت القانون؟ ص بيساوي م س زائد ج. الميل دي معايا بكام؟ ب2. يبقى ص بيساوي 2 س زائد ج. فين النقطة اللي تحقق العلاقة؟ 1 وصفر. هقول له ايه؟ 1 وصفر مالها؟ تحقق العلاقة. طب يلا، مين الواحد؟ س. مين الصفر؟ ص. يعني الصاد دي بصفر والسين دي بكام؟ 1. 1 في 2 ب2 زائد ج. ودي الاتنين بعكس الإشارة تروح سالب 2 بدل الصفر عشان الصفر ملوش قيمة. يبقى أودي الاتنين سالب 2 فالجيم طلعت سالب 2 والميل ب2. أنا بقى عايز المعادلة لأن الراجل قال لي كون المعادلة. أقول له المعادلة إيه؟ ص يساوي م س زائد ج. بدل الميل هكتب 2 وبدل الجيم هكتب سالب 2 فصاد هيساوي 2 س ناقص 2 أو سالب 2. آخر سؤال في الامتحان الأول. ما هم امتحانين بتوع الوزارة، ده آخر سؤال في الامتحان الأول. يقول لك اثبت أن النقط أ وباء وجيم الواقعة في مستوى إحداثي متعامد تمر بها دائرة واحدة مركزها النقطة م. ثم أوجد محيط الدائرة. عشان أثبت هرسم دايرة، هرسم حتة دايرة وأحط مركزها في النص. المركز ده اداهوني بكام؟ سالب 1 و2 فهحط عند المركز سالب 1 و2. أقول لك اثبت أن النقط دي تمر بها دائرة واحدة. حط النقط دي على الدايرة في أي حتة تعجبك على الدايرة، في أي حتة تعجبك. أ ب3 وسالب 1، باء بسالب 4 و6، ج ب2 وسالب 2. عشان اثبت ان النقط تقع على الدايره هجيب طول ده وطول ده وطول ده لازم يطلعوا قد بعض. يعني هجيب طول م طول أ م ثم طول م طول باء م ثم طول ج م. يبقى انا هجيب طول أ م وطول باء م وطول ج م. قانون الطول ايه؟ جذري وتحتيه قوسين وفوقيهم تربيعين. قلنا قانون الطول جذري وتحتيه قوسين وفوقيهم تربيعين. أ م 3 ناقص سالب 1 يعني 3 زائد 1 سالب 1 ناقص 2. في آلة حاسبة هتطلع معاك 5 وحدة طول. طب باء م سالب 4 زائد 1 و6 ناقص 2. في آلة حاسبة هتطلع معاك 5 وحدة طول. طب ج م اهو يلا 2 زائد 1 وسالب 2 ناقص 2. هتطلع معاك برضو بالآلة الحاسبة 5 وحدة طول. طالما الثلاثة طلعوا قد بعض يبقى النقط تقع على دائرة واحدة. هتقول له بما أن أ م يساوي باء م يساوي ج م، إذا النقط تقع على دائرة واحدة مركزها م. عارف اللي انت جبته ده بيعبر عن مين؟ عن نص القطر. يعني نص القطر بكام؟ ب5 وحدة طول. شوفوا بقى عايز ايه؟ عايز ثم اوجد محيط الدايرة. محيط الدايرة قانونه ايه؟ قانونه 2 باي نق 2 في، عارف الباي دي بكام؟ 22 على 7. عارف النق يا محمد بكام؟
وقف ورا الكاميرا يا محمد. عارف النق بكام؟ النق ب5. نص القطر ب5. 1 هحسب البتاعة دي كده بالآلة الحاسبة هيطلع تقريبا 31.4. ما توقفش يا محمد، وقف لحظي. السلام عليكم. نكمل تاني نموذج من النماذج الوزارة. يلا. السؤال بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة. 2 جا 30 زائد 60 بيساوي إيه؟ طيب 2 في جا 30 بالآلة الحاسبة يعني ساين 30، وساين 30 يعني نص. زائد 60 زائد 60 بالآلة الحاسبة يعني جذر 3. 2 في النص راحت، يبقى الناتج جذر 3. السؤال ده لسه شارح فكرته. معادلة المستقيم الممر بالنقطة دي ويوازي محور السينات. لسه قايل لك حالا خد صاد. يوازي سينات خد صاد، يوازي صادات خد سي. طب هو قال يوازي ايه؟ يوازي السينات خد صاد 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 صاد. يبقى الصاد بكام؟ بسالب 3. يبقى صاد بيساوي سالب 3. صاد بيساوي سالب 3. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان جتا س بيساوي كذا. جتا يبقى هتعمل شيفت ساين ولا شيفت كوزاين؟ يبقى هتعمل شيفت كوزاين للجذر 3 على 2. آلة حاسبة حسبتها طلعت 30. هي مين اللي ب30؟ السين ب30. السين بتساوي 30. هو عايز س ولا عايز ايه بقى؟ عايز جا 2 س. طب هي السين دي بكام؟ ب30. 30 ولا 30 تين؟ 30 تين. 30 يعني 60. يعني عايز ايه؟ عايز جا 60. عاوز جا 60 وجا 60 يعني ساين 60 وساين 60 بجذر 3 على 2. دائرة مركزها نقطة الأصل. سؤال جميل 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 جميل. وطول نص قطرها 2. فإن النقطة مين تنتمي إليها؟ عشان تعرف أنهي نقطة تنتمي إليها اعمل بص. جذر س تربيع زائد ص تربيع لو طلعت 2 يبقى هي. جذر س تربيع زائد ص تربيع لو طلعت 2 يبقى هي. جذر س تربيع زائد ص يبقى احنا هنعمل ايه؟ جذر س تربيع زائد ص تربيع. طب يلا يا أستاذ تعالى نعمل جذر س تربيع زائد ص تربيع. أنا عارف إن هي هتبقى ده جذر ربع دي كده. التربيع بيشيل الجذر يبقى 3. ربع دي كده 1 تربيع 1. 3 و1 4. جذر الأربعة 2. وفعلا نص القطر 2. يبقى الإجابة ج. البعد بين المستقيمين كذا وكذا يساوي ايه؟ بص يا باشا طلع لي دي بره ونتفاهم. طلع دي بره يبقى الس هتساوي 2. طلع لي دي بره يبقى الس هتساوي سالب 3. دي سينتها ب2 صادتها مفيش. دي سينتها سالب 3 صادتها مفيش. الباشا عايز ايه؟ عايز البعد. البعد قانونه ايه؟ جذري وتحتيه قوسين وفوقيهم تربيعين. يلا فرق السينات وفرق الصادات. 2 ناقص سالب 3 يعني زائد 0 ناقص 0. 2 و3 5. 5 تربيع 25. جذر 25 5 وحدة طول. حتة سؤال ممتاز. بقول لي المستقيمين دول مالهم؟ متوازيان. طب يعني ايه متوازيان؟ يعني ميل الأول يساوي ميل الثاني. ميل الأول ده بيساوي ميل الثاني ده. اعمل مقص. سالب 3 في كاف سالب 3 كاف. 2 في 6 ب 12. اقسم على ايه؟ على السالب 3. 12 على السالب 3 فيها الأربعة ولا سالب 4؟ يبقى قيمة كاف بتساوي سالب 4. السؤال اللي بعده سؤال جميل جميل جميل. بيقول لك اوجد قياس زاوية هاء. ماشي. اقول له والله يا استاذ جت هاء زا 30 يعني تان 30 واحسب تان 30 تطلع لك يساوي كوزين 45. احسب كوزين 45 يطلع لك
بس هنحط عليها تربيع. جتا في حاجة، جتا في 5، 5 جتا. جتا في 6، 6 جتا. جتا في 7، 7 جتا. جتا في زفت، زفت جتا، زفت جتا. هحسب دي بالآلة الحاسبة هيطلع معاك نص. انت عايز مين؟ عايز الجتا. اتخلص من ده لما يكون جنبها كسر اضرب في مقلوبه. اضرب في مقلوب الكسر، يعني اضرب في كام؟ في 3 على جذر 3 يمين وفي 3 على جذر 3 شمال. دي طارت ودي طارت، اتفضل مين؟ اتفضل جتاها. واحسب دي بالآلة الحاسبة هتطلع كام بالآلة الحاسبة؟ بالآلة الحاسبة هتطلع كده. حضرتك هتعمل ايه بقى؟ شيفت ساين ولا شيفت كوزاين ولا شيفت تاني؟ شيفت كوزاين جذر 3 على 2 في آلة حاسبة هتطلع معاك 30. السؤال اللي بعده يقول لك بين نوع المثلث الذي رؤوسه كذا بالنسبة لأطوال أضلاعه. تمام. ارسم أي مثلث كده أهو في جنب. دبانة قلة الأدب. رسمنا أي مثلث في جنب. عشان أعرف نوعه هجيب طول أ ب ثم طول ب ج ثم طول أ ج. هجيب طول أ ب ثم طول ب ج ثم طول أ ج. لو التلاتة طلعوا قد بعض متساوي الأضلاع. طب لو التلاتة فيهم 2 قد بعض متساوي الساقين. طب افرض ولا واحد قد التاني مختلف الأضلاع. يلا هاتولي طول أ ب. يلا فرق السينات ها 3 ناقص 1 ها 3 ناقص 5. في آلة حاسبة أحسب البتاع ده بالآلة الحاسبة هيطلع 2 جذر 2 وحدة طول. طب يلا هاتولي باء ج. باء ج أهو، باء ج أهو 1 ناقص 1 5 ناقص 3. في آلة حاسبة هيطلع معاك 2 وحدة طول. طب يلا هاتولي طول أ ج. أ ج ها 3 ناقص 1 3 ناقص 3. في آلة حاسبة هيطلع معاك 2 وحدة طول. لا ده في 2 قد بعض ده اهو قد ده اهو. يبقى المثلث ده نوع ايه بقى؟ يساوي الساقين. اقول له بما ان محمد يساوي احمد، بما ان باء ج يساوي أ ج، اذا المثلث أ باء ج ماله؟ ماله يا باشا؟ متساوي الساقين. سؤال ممتاز. اوجد معادلة المستقيم المر بين النقطتين دول ثم اثبت انه يمر بنقطة الاصل. عارف يمر بنقطة الاصل يعني الجيم هتطلع بكام؟ هتطلع بصفر. دي ملاحظة احنا عارفينها. عشان اجيب المعادلة قانون المعادلة ايه؟ ص بيساوي م س زائد ج. يبقى انا محتاج ايه وايه؟ الميل والجيم. طب يلا اولا هات لي الميل. سالب 3 ناقص 3 سالب 1 ناقص 1. في اختراع عملوه اسمه آلة حاسبة هيطلع بالآلة الحاسبة هيطلع معاك 3. جبنا الميل بكام؟ ب3. الحمد لله. حط بدل الميل 3. يبقى ص بيساوي بدل الميل هو 3 س زائد ج. هات نقطة تحقق العلاقة. يا دي يا دي. قلنا ابعد عن دي. انت دكتور سوالف ابعد عن دي يا زفت. هات الأولى. تقول له إيه؟ 1 و3 مالها؟ تحقق العلاقة. طبعا دي س ودي مين؟ ص. طب يلا الص دي بكام؟ 3 والسين ده بكام؟ 1. 1 في 3 3 زائد ج. ارمي دي هناك. يبقى 3 ناقص 3. 3 ناقص 3 كام؟ صفر. فالجيم طلعت بصفر. يبقى إذا المستقيم يمر بنقطة الأصل. ليه؟ لأن الجيم طلعت بصفر. فين بقى المعادلة؟ المعادلة قانونها إيه؟ ص بيساوي م س زائد ج. طب الميل معايا بكام؟ ب3. يبقى ص بيساوي 3 س زائد. أكتب صفر. ما هي الجيم بصفر. أكتب زائد صفر ولا 3 س؟ 3 س. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كانت النقطة دي في منتصف البعد بين دول. النقطة ده اهي 3 و1 في النص بين 1 وص
وس و3 هي في النص. طب اعمل ايه؟ عايز س وص. طب 100 مش انت المنتصف؟ مش المنتصف بيساوي 3 و1؟ جميل. تحت المنتصف هقعد اصوت واعيط والم الناس عليا ولا اكتب قانون المنتصف؟ قانون المنتصف ايه؟ مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2. اجمع السينات يلا يا باشا. 1 زائد س. ايوه. اجمع الصادات صاد زائد 3 يساوي كام؟ يساوي 3 و1. دي علامة ايه؟ علامة يساوي. يبقى اللي قبل الفاصلة قد اللي قبل الفاصلة، واللي بعد الفاصلة قد اللي بعد الفاصلة. هذا اللي قبل الفاصلة يساوي هذا اللي قبل الفاصلة، واللي بعد الفاصلة يساوي اللي بعد الفاصلة. هنا اهوت 1. 1 في المعزة بالمعزة. 2 في 3 ب6. عدي الموجب 1 بعكس الإشارة. 6 ناقص 1 5. في هنا 1. 1 في الزفت بالزفت. 1 في 2 ب2. ودي الموجب 3 سالب 3. عارف 2 ناقص 3 كام؟ 1 ولا سالب 1؟ سالب 1. طيب هو عايز ايه بقى؟ عايز س وصاد. هقول له س وصاد جبناهم ب5 وسالب 1. السؤال اللي بعده هانت حتة سؤال عالمي. بيقول لك اوجد معادلة المستقيم الذي يقطع من محوري الإحداثيات جزئين موجبين طولهما كام وكام؟ 1 و4. من محور السيني والصادي 1 و4. طب أنا باخد اللي في السيني ولا اللي في الصادي؟ باخد اللي في الصادي. يبقى الجيم بتاعتي ب1 ولا ب4؟ ب4. مش المعادلة يا تنبأ دي ص بيساوي م س زائد ج. ج دي هي الجزء المقطوع من محور مين؟ الصادات. يعني 1 ولا 4؟ 4. طب أستاذ هو الجزء المقطوع من السينات كام؟ 1. بما أن الجزء المقطوع من محور السينات 1. طالما سينات يبقى الصاد ب0 والسين ب1. بما أن الجزء المقطوع من محور الصادات 4. طالما صادات يبقى السين ب0 والصاد ب4. تقدر تجيب الميل؟ أقدر أجيب الميل. إيه ناقص إيه على إيه ناقص 4 ناقص 0. 0 ناقص 1 في آلة حاسبة طلع سالب 4. تقدر تديني بقى المعادلة؟ أقدر أديك المعادلة. ص بيساوي م س زائد ج. طب والميل معاك ولا مش معاك؟ الميل لسه جاي سالب 4. سالب 4 س. والجيم معاك الجيم بكام؟ ب4. يبقى ص بيساوي سالب 4 س زائد 4. السؤال اللي بعده يلا هانت. أ ب ج مثلث قائم في باء. أ ب ج مثلث قائم في باء. قائم أهو في باء. حتة دبانة بنت صرمة. أ ج ب10 باء ج ب8. قبل ما أحل ده ضلع ولا قطع؟ ضلع. تعرف تجيب الضلع؟ ربع واطرح تحت الجذر. يعني جذر 10 تربيع ناقص 8 تربيع يطلع معاك بالآلة الحاسبة 6 سم. بقول لك بقى إيه؟ اثبت أن كذا يساوي كذا. أي مسألة اثبت فيها طرف أيمن وطرف أيسر. هقول له يا باشا هجيب الطرف الأيمن. طب يلا هات. الطرف الأيمن اللي هو جا تربيع أ زائد 1. طب جا أ الجا مقابل على الوتر. الجا مقابل على الوتر. الجا مقابل على الوتر. مقابل اللي هو كام؟ 8 على الوتر 10. بس ايه؟ تربيع زائد كام؟ 1. واحسب دي بالايه؟ بالآلة الحاسبة. طب احسبها ازاي يا استاذ؟ هشوف دلوقتي. هيطلع معاك بالآلة الحاسبة. مالكش دعوة بيا. مالكش دعوة بيا.
هيطلع معاك بالآلة الحاسبة 41 على 25. طب يلا نجيب الطرف الأيسر. الطرف الأيسر اللي هو مين؟ 2 جتا تربيع ج زائد جتا تربيع أ. 2 جتا تربيع ج زائد جتا تربيع أ. أدي الاتنين. جتا تربيع ج جتا تربيع ج، الجيم اهي جتا تربيع، الجتا مجاور على الوتر، مجاور على الوتر يعني 8 على 10 تربيع زائد جتا تربيع أ. جتا أ تربيع جتا أ اهي. الجتا طبعا احنا جبنا ده ب6. الجتا مجاور على الوتر. فين المجاور؟ 6. 6 على مين؟ 6 على 10 بس عليها علامة تربيع. واحسب ده بالآلة الحاسبة، عارف هيطلع كام؟ 41 على 25. يبقى الطرفان متساويان. يبقى أقول له إذا الطرفان مالهم يا باشا؟ متساويان. يقول لك اثبت أن المستقيم، معلش يا جماعة رقبتي وجعتني. اثبت أن المستقيم المار بالنقطتين دول ماله؟ ماله يالا؟ ماله يالا؟ يوازي. طب يعني ايه يوازي يالا؟ يوازي ده يعني ميل ده قد ميل ده. هات ميل الأول هات ميل الثاني هيطلعوا قد بعض، يبقى هما الاثنين متوازيان. طب يلا هات ميل الأول، فرق الصادات على فرق السينات اهي 4 ناقص 3. فرق السينات 2 ناقص سالب 1. 2 ناقص سالب 1. 4 ناقص 3 1. سالب في سالب بموجب 2 1 3. طب يلا هات ميل الثاني، سالب معامل س على معامل ص. السين هي حيوان يا وسخ، يلا راح تقول 3 يا وسخ يا نتن. سالب معامل س غير معامل س 1، سيب معامل ص زي ما هو 3. يعني دي ب1 على 3 ودي اخرى 1 على 3، يعني ميل الاول قد ميل الثاني. اذا المستقيمان متنيلان على عين اهاليهم. صيع او سخ ما بيذاكروش نتنه. اخر سؤال في المحافظه، اخر سؤال في النموذج الثاني بتاع الوزاره. بيقول لك ا ب ج د شبه منحرف في ا د يوازي ب ج وقياس زاويه ب ب90 ومش عارف ايه. ارسم شبه منحرف قائم. ادي شبه منحرف قائم ا ب ج د. ا د يوازي ب ج ده يوازي ده تمام. زاوية ب ب90 تمام. ا ب ب3 سم ماشي. ب ج ب6 سم ماشي. ا د ب2 سم 100 100. اوجد طول د ج ثم اوجد مش عارف ايه. اي مسألة شبه منحرف مش انا قلت لك هنيجي من هنا ننزل خط عمودي. حصل عمودي وتسمي دي مثلا هاء، يبقى هنقول له برسم د هاء عمودي على باء ج. برسم د هاء عمودي على باء ج. يبقى الشكل ده هو مستطيل. ليه يا استاذ؟ عارف ده هتطلع بكام؟ زي اختها. يعني بكام؟ ب2 سم. يعني باء هاء ب2 سم. عارف ده اهي هتطلع بكام؟ زي اختها. يعني بكام؟ 3 سم. يعني ده الهاء ب3 سم. طيب يبقى دي ب3 زي اختها. طب كل ده كان كام؟ كل ده كان 6. كل ده كان 6. دي خدت 2 يبقى هاء ج بكام؟ ب4 سم. ده ضلع ولا وتر؟ ده وتر. تعرف تجيب الوتر؟ اعرف يا حبيبي. ربع واجمع تحت الجذر يبقى جذر 3 تربيع زائد 4 تربيع. في اختراع عملوه اسمه آلة حاسبة يطلع معاك كام؟ 5 سم. هو أول حاجة قال لك هات مين؟ هات د ج. جبت الد ج بكام؟ ب5 سم. ثانيا عايز إيه يا باشا؟ شوفوا تاني حاجة كده عايز إيه؟ عايز جتا. جتا زاوية باء ج د. باء ج د. باء ج د دور لي على باء ج د. باء ج د. باء ج د ده اهي. عايز الجتا بتاعتها مجاور على الوتر. طبعا احنا جبنا ده ب5. الجتا بتاعتها مجاور على الوتر. مجاور على الوتر يعني 4 على 5. وكده احنا خلصنا النموذج الثاني
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.